عارفين ايه مشكلة البيوت اللي احنا عايشين فيها دلوقتي؟ وليه في الصيف بتحس ان البيت بتاعك درجة حرارته اعلى من بره، وفي الشتاء بتحس ان هو اسقع من بره؟ بكل بساطة لو احنا رجعنا لزمان هنلاقي ان بيوتنا زمان طريقة البناء بتاعتها في الاساس كانت مختلفة تماما عن دلوقتي. زمان كانوا بيستخدموا طوب سمكته عالية جدا، الطوب اللي سمكته عالية جدا ببساطة شديدة كان بيعزل الحرارة بطريقة محترمة جدا. زي مثلا المصريين القدماء كانوا بيعتمدوا اعتماد اساسي على الطوب اللبن ده بكل اختصار عشان افهمه لك، هو مصنوع من الطين والرمل والميه، وكانوا بيضيفوا عليه القشر بتاع القش او الرز عشان يديله ماده صلابه كويسه، وكان بيقعد حوالي 25 يوم او 30 يوم لحد ما يوصل لدرجه صلابه عاليه. بعد كده بيبداوا ان هم يستخدموه في البناء. الطوب ده كانت ميزته ان هو بيعزل الحراره كويس جدا. لو انت في فصل الصيف ودرجه الحراره عاليه جدا فانت جوه البيت بتحس ببروده. وعلى فكره هم لجأوا للطوب اللبن من التربه اللي كانت متواجده ليهم ساعتها عشان يقدروا ان هم يوفروا في الفلوس. في نفس الوقت الطوب اللبن كان بيستخدم لغرض ان هو في الاماكن اللي فيها درجه حراره عاليه. ولكن بعد فتره طويله من استخدام الطوب اللبن، وبعد مده طويله جدا، اكتشفوا انه مع السيول ومع الامطار الشديده بدا الطوب اللبن يتهالك، لان هو مصنوع من الطين ومصنوع من الرمله. جاي اوصل لك فكره انه سماكه الجدار قد ايه كانت بتفرق في عزل الحراره. احنا حاليا انت اي شقه بتستلمها او اي بيت بتقعد فيه او اي فيلا بتاخدها، بتلاقي الطوبه المبنيه من الخارج بتلاقيها نص طوبه، يعني 12 سم. وده طبعا غير كافي تماما، وكمان خصوصا ان هو بيستخدم لك الطوب الاحمر اللي هو اصلا خواصه منعدمه تماما. يفضل ان احنا نستخدم طبعا الطوب الاسمنتي. ولكن اللي انا جاي اوضحه لك ان احنا نحاول على قد ما نقدر، لو في ايدي او في ايدك وانت بتشطب في بيتك او بتشطب في شقتك او بتبني عماره، الحوائط الخارجيه ما تقلش عن 25 سم. ويا سلام لو عملت جواها عزل حراري، صدقني الموضوع ده هيغنيك بنسبه 80 او 90% عن استخدام التكييف. صدقني هيفرق معاك جدا في الشقه بتاعتك. ودي من الحاجات المهمه جدا اللي احنا ما بنفكرش فيها، وبيكون همنا الوحيد ان احنا ازاي نشطب شقتنا ونعمل فيها ديكورات ونعمل فيها جبسون بورد ونعمل فيها التفاصيل دي كلها. صدقني التفاصيل دي اهم ليك جدا من الديكورات الداخليه، وهتفرق في راحتك النفسيه. كان في فيديو للمعماري حسن فتحي بيتكلم فيه عن الازاز وتاثيره على درجه الحراره في البيوت. اعمل جدران زجاج يبقى ما فيش فراغ محدد، الفراغ يهرب في الشارع ولا فيش عمارة بالمرة. دي من ناحية، ومن ناحية أخرى لما تاخد جدار زجاج 3 متر في 3 متر، إذا تعرض لأشعة الشمس فيدخل 2000 كيلو كالوري أو كيلو سعر، ألف يعني 2000 سعر في الساعة، يبقى عايز 2 طن تبريد. كان بيتكلم قد ايه ان الالوميتال، يعني ان هو بيتكلم في فكره ان احنا الزجاج ده بيدخل درجة حرارة بطريقة مش طبيعية. يعني في الشتاء يدخل لك برودة شديدة، وفي الصيف يدخل لك درجة حرارة عالية جدا. فأنا عايز أقول لك إن هو كان بيتكلم عن قد إيه إن إحنا استغنينا عن المشربية واستغنينا عن حاجات كتير جدا كانت بتحمينا من العوامل الجوية. وكان قد إيه إن هو كان بيحارب وبيحاول إن هو يرجع بالناس للمرحلة دي. ولكن خلينا نقول ان احنا بنحاول نعالج المرحله اللي احنا وصلنا لها دلوقتي. ومع انتشار الشبابيك الالوميتال وسخونيه الالوميتال والشبابيك الازاز، ولو انت عندك شباك كبير وبتبقى عايز تعمله شباك الوميتال، صدقني ده بيبقى بيدخل لك درجه حراره عاليه جدا. فاحنا بنحاول ان احنا نقلل من فكره ان احنا هنعمل الوميتال وهنعمل اشكال حلوه وهنعمل ازاز وهنعمل كل ده، ولكن نراعي فكره ان الجدار او الحاجه اللي بتحفظ بيتي تبقى معزولة كويس ضد الحرارة، سمكتها عالية، صلابتها عالية، قوتها شديدة. وما نتنازلش عن حاجة زي كده. لو في ايدي ان انا اهد وابني من اول وجديد، احسن ليك ولاولادك ولاهلك على العمر الطويل. اتمنى يكون الفيديو فادك، واتمنى تكتب لي رأيك في الكومنتات تحت. ولو عندك اي استفسار وعندك اي سؤال او عندك اي كومنت، اكتب لي تحت في الكومنتات وهرد عليك على طول. وان شاء الله اشوفكم في الفيديوهات اللي جاية.